اخطاء لو عملتوها في اسئلة المقالات تقريبا هتترفضوا من المنحة بنسبة 100%. ده الجزء التاني من دليل التقديم والقبول في منحة تشيفنينج. في الجزء ده هقول لكم ازاي نجاوب على الاسئلة المقالية باحسن شكل ممكن، وانا عملت ايه في اجاباتي علشان اتقبل. وهنتكلم كمان عن الريفريز بالتفصيل، ايه الشروط، ازاي اختارهم، اتابع معاهم ازاي، وايه اللي مطلوب مني دلوقتي حالا. هنتكلم كمان عن اخطاء لو عملناها هنترفض فورا من المنحة. واخر حاجة هنتكلم فيها هي نصايح وارشادات عامة. لو ما شفتوش الجزء الاول شوفوه، علشان ده بيتكلم عن التقديم على الجامعات، التقديم على المنحة، شروط الاهلية، الايلتس، وكل الحاجات التانية في الابليكيشن. انا اسمي شريف علاء، ودي الخلاصة عن التقديم والقبول في منحة تشيفنينج. يلا بينا. جينا الأخطر وأهم جزء، وهو الاسيز أو المقالات، وده الجزء اللي تقريبا كل الناس بتسأل عنه. أنا شخصيا اتسألت عنه في أكتر من جروب على الفيسبوك ومن ناس أعرفها على المستوى الشخصي، وهقول لكم دلوقتي ازاي احسن طريقة نجاوب على الاسئلة دي. قبل ما ندخل فيهم سؤال سؤال، تعالوا نعمل نظرة عامة عليهم. الاربع اسئلة دي بتسألني عن القيادة والتأثير، وبتسألني على قدرتي على بناء العلاقات، وبتسألني عن ليه عايز أسافر أدرس في بريطانيا البرامج اللي أنا عايزها دي، وبتسألني عن عايز أعمل إيه بعد ما أرجع من بريطانيا، سواء على الشورت تيرم أو اللونج تيرم. في كل سؤال من الأسئلة دي مسموح لي أكتب على الأقل 100 كلمة وبحد أقصى 500 كلمة. أنا كشخص بحاول أبقى مجتهد، وعملت حاجات كويسة لكن تعتبر حاجات عادية، حاجات مش خارقة للعادة، فأنا هحتاج أكتب أكتر من 100 كلمة علشان أوضح. فأنصحكم ما توصلوش لخلاص 100 وخلاص. أصلا معظم الناس اللي قدمت وأنا منهم بيكون المشكلة عندي إن أنا كتبت كتير وبحاول أقصقص الكلمات علشان أوصل لل 500 لحد الأقصى أو أقل منها شوية. فما نبخلش ونشرح ما قل ودل، لكن هم مدين لي المساحة دي فلازم استخدمها. الأسئلة دي من وجهة نظري هي أهم حاجة في الابليكيشن. طبعا الابليكيشن كلها مهمة، بس ده بالنسبة لي أنا من وجهة نظري هي الأهم، وهي اللي بتفرق بشكل كبير جدا مين يتقبل ومين ما يتقبلش. لان لما بيجوا يعملوا شورت ليستنج كل الناس تقريبا عندها نفس الحاجات، كل الناس معاها بكالوريوس او ليسانس، كل الناس معاها على الاقل 2 خبرة الى اخره. فبالتالي اللي بيميز الابليكيشن ويخليها تتكلم عن نفسها هي الاسئله دي. هم عايزين يشوفوا ايه وهم بيقروا الاجابات؟ انا طبعا ما جبتش الكلام ده منهم ولا دخلت جوه دماغهم، لكن الواحد يقدر يتخيل هم عايزين ايه. هم عايزين يشوفوا رؤية، عايزين يشوفوا حد عارف هو عايز ايه او هي عايزة ايه، حد ماضيه وحاضره ومستقبله متكاملين ومترابطين. يعني انا عملت حاجات قبل كده ليها علاقة بأنا بقيت فين دلوقتي، واللي انا بقيت فين دلوقتي ده عايز ابني عليه من خلال المنحة وما بعدها عشان اوصل لحاجة معينة. عايزين يشوفوا انسان عنده رؤية لحياته الشخصية والمهنية والعلمية. اجابات الاربع اسئلة لازم تبقى مترابطة. انا عندي مهارات قيادية، انا بعرف ابني علاقات مع الناس، انا عايز ادرس في بريطانيا عشان الحاجات دي اللي هتعلمها هناك هتفيدني في شغلي وفي دراستي، وهستغل دراستي في بناء علاقات علشان احقق حاجة في الكارير بتاعي على المستوى قصير المدى وطويل المدى. تعالوا نخش في الأسئلة. السؤال الأول هنا عن القيادة. القيادة مش يعني وزير ورئيس مجلس إدارة، القيادة يعني شخصية قيادية وعندي البوتنشل إن أنا ممكن أبقى قيادي في المجال بتاعي في المستقبل. أنا بعرف أكون جزء من فريق، لكن كمان بعرف أقود الفريق لو الفريق ده وقع، بعرف أبقى الكابتن بتاع الفريق. في منحة تشيفنينج هم بيقولوا إن إحنا بنستثمر في قادة الغد، فأنا عايز أوريهم إن أنا عندي القدرة والبوتنشال إن أنا أكون من قادة الغد. طب اعمل ايه؟ انا حياتي عادية ومريت بمواقف عادية، كلنا تقريبا حاجات عادية، مفيش غير ناس خارقة بتعمل حاجات خارقة قليل جدا، لكن معظمنا كلنا تقريبا ناس عادية. لكن الناس العادية ممكن تثبت قيادة في مواقف عادية،
زي ايه؟ انا حدي مثال، انا ممكن اكون وانا بعمل بحث في الجامعه جروب ريسيرش، الاتنين تلاته اللي معايا ما كانوش شغالين، قدرت احفزهم واحمسهم، بعد ما البروجكت كان هيقع قدرت ان انا اساعدهم واشجعهم ونشتغل مع بعض وعملنا حاجه وجابت ونالت رضا اللي بيصحح. مثلا ممكن اكون ان انا كنت شغال تيم ليدر في كول سنتر والناس كانت محبطه وكذا، واتكلمت معاهم وقدرت احسن شروط العمل فالتيم بقى انرجايزد وبيشتغل. دي امثله كلها من ناس زيي وزيك، ناس عاديه بتعمل حاجات عاديه، مش لازم ان انا اكون قيادي يعني قدت السفينه لبر الامان وانقذت الناس من الهلاك. لا، مش ده القائد ان انا يكون عندي شخصيه قويه، كابتن الفريق. وانا بجاوب على السؤال ده بحاول احكي قصه بتعبر عني وقصه حقيقيه، بس بصيغها بالاسلوب المناسب، زي ما بنقول ستار، وده اسلوب في الانترفيو. ستار يعني situation task action result، يعني موقف كنت محطوط فيه، كان مطلوب مني اعمل مهمة معينة، قمت بفعل معين حقق نتيجة ايجابية معينة. في ناس تانية ممكن كمان تشوف اسلوب ده بتسميه كارل، context يعني سياق، action results وليرنينج، دي حاجه زايده على ستار. الليرنينج انا اتعلمت ايه، دي مثلا بنستخدمها لو كان في موقف ما توفقناش فيه، بقدر اقول ان انا اتعلمت ان بعد كده لازم اعمل كذا وكذا وكذا، او كان في موقف وقع شويه وانقذته وده كانت نقطه تعلم. فانا بحكي القصه بالشكل ده، ودي برضو طريقه للاجابه على الانترفيو سواء في الشغل او في تشيفنينج، بس ده مش موضوعنا النهارده. السؤال التاني بيسالني عن قدرتي على بناء العلاقات. هل انا انسان عندي القدرة ان انا لو اتحطيت في موقف فيه فرصة للتعرف على ناس والكلام معاهم ان احنا ممكن نتعاون في المستقبل، هل هعرف استغل الموقف ده استغلال جيد ولا لا؟ طب ازاي ادلل على الكلام ده؟ انا ممكن اكون حضرت ملتقى توظيفي او employment fair وقابلت ناس عندها نفس الاهتمامات المشتركة واتكلموا، او حضرت مؤتمر رايز اب وقدرت اتبادل ارقام ناس علشان بعد كده نشوف فرص ممكن نشتغل فيها مع بعض. اي حاجة انت حطيته في موقف وقدرتوا ممكن اكون باخد كورس لغة وقابلت حد وانا والشخص ده لقينا اهتمامات مشتركة وقررنا ان احنا نكسبلور او نستكشف فرص التعاون مع بعض. اي حاجة زي كده، حاجة حقيقية، حاجة تعبر عنكم، حاجة تتحكي باسلوب ستار. كنت في موقف معين، التاسك اللي هي دي عملت الاكشن ده ادت للنتيجة دي، ده اسلوب كويس لسرد القصة. السؤال الثالث، ليه عايز تدرس في بريطانيا وليه الكورس ده؟ انت فعلا ليه عايزين تدرسوا في بريطانيا؟ ليه؟ السبب ايه هو السبب؟ احنا لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، ان دي merit based scholarship. يعني ايه؟ يعني منحة مبنية على الجدارة، على الكفاءة، مش financial aid. مش انا مقدم على المنحة دي عشان معيش فلوس ادرس لوحدي، لا، لان ده الموقف المالي ملوش اي محل من الاعراب في الابليكيشن، ما بتتسألوش عليه. في ناس ممكن تبقى مرتاحة ماديا وغنية وتقدر تعمل الماجستير ده على حسابها وما زالت بتكسب الاورد، علشان هم عايزين ناس عندهم الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي، القيادة والقدرة على بناء العلاقات، وناس عندها بوتنشال ان هي تبقى مؤثرة في المستقبل. فبالتالي انا لازم اشوف اسباب تكون فعلا موضوعية وتعبر عني. ممكن الاسباب دي تكون علشان لندن او بريطانيا بلد فيها ثقافات كتيرة جدا، هتعلم وهحتك بناس ما شفتهمش قبل كده. ممكن يكون علشان البرنامج اللي عايز ادرسه ده مش موجود في حتة تانية. ممكن يكون علشان البرنامج اللي انا بدرسه ده اهم الناس المتميزة بتدرس فيه وكل الناس بتعمل ريكومنديشن. ممكن يكون عشان البرنامج ده بالذات عنده مادة معينة انا محتاجها، مثلا حد بيقول مادة عن ادارة المنظمات موجودة في جزء من البرنامج ده. السبب اللي فعلا مخليكوا تختاروا بريطانيا ومختارين البرامج دي. اخر سؤال في الاسئلة دي هو الكارير بلان.
عايزين تعملوا ايه لما تخلصوا المنحة مباشرة، يعني في السنة 2-3 اللي بعد الرجوع من المنحة، وعايزين تعملوا ايه على المدى الطويل. لازم تشوفوا ازاي المنحة دي هتأثر في الكارير بتاعكم، ولازم تشوفوا ازاي المنحة دي ممكن تأثر في ناس تانية غيركم. يعني مثلا هل انا هرجع الشغل بتاعي اعلم زمايلي حاجة انا اتعلمتها؟ هل انا رايح اتعلم واكتسب خبرة معينة علشان لما ارجع اطبقها في مجتمعي المحلي، في القرية، في المدينة، في الحي اللي انا جاي منه؟ هل انا هرجع اعمل مشروع خاص بيا او شركة خاصة بيا او منظمة او جمعية خيرية في مجال انا شايفه فيه احتياج والمنحة دي هتساعدني فيه؟ طب انا هعمل ايه بعد سنتين؟ ازاي المنحة دي اثرت فيه، وازاي المنحة واللي انا هعمله بعد سنتين بعدها هيقدر يفرق معايا في اللونج تيرم او المدى الطويل. يعني باختصار كده الاسئله دي كلها، انا عندي شخصيه قياديه ازاي وضحتها، انا عندي قدره على بناء علاقات والنتوركينج، عايز ادرس في بريطانيا للاسباب الفلانيه دي، وسفري نفسه في بريطانيا هستخدمه في بناء العلاقات، وانا عندي رؤيه للكارير بلان بتاعي وازاي الماستر دي بتصب فيها وبتساعدها. فانا لازم اربط ده كله كمان بحياتي، انا بعمل ايه بالفعل بالسي في بتاعي. ولو انا عايز ادرس حاجه ملهاش علاقه خالص باللي انا بدرسه، اوضح انا ليه عايز اعمل التشينج ده، ليه عايز اعمل الكارير شيفت او الاديوكيشنال، يعني ايا كان التغيير اللي عايز اعمله، بوضح انا ليه عايز اغيره. اخطاء لو عملتوها في اسئله المقالات تقريبا هتترفضوا من المنحه بنسبه 100%. رقم 1، استخدم تشات جي بي تي او اي حاجه تانية فيها اي اي. استخدام تشات جي بي تي او غيره بيعتبر بلاجيرزم، ودي جريمه اكاديميه ومرفوضه، والمنحه خصيصا كاتبه ممنوع استخدام الارتفيشال انتليجنس في الاجابات. الاي اي هيديني اجابات جينيريك ما بتعبرش عن شخصيتي وروحي، بتديني اجابات نموذجيه، وانا مش عايز اجابه نموذجيه، انا عايز اجابه شخصيه تعبر عني وعن رؤيتي. والاي اي كمان في ادوات ممكن تتحقق منه، فانا مش عايز اعمل كده و جت بلاك ليستد مثلا من المنحه. حاجه تانية كمان، انا لازم اعرف ان انا رايح ادرس في بريطانيا اعمل ماجستير. البلاجيريزم ده او الاقتباس غير الاخلاقي يعتبر اكبر جريمه اكاديميه ممكن تتعمل. خطأ تاني هتقعوا فيه هو ان انا اخد اجاباتي بقى كوبي بيست، جاوبت على واحد والاجابه حلوه فيلا هستخدمه في كل حاجه. لا، كانوا هم لو عايزين كده كانوا طلبوا سؤال واحد، لكن هم عايزين 4 اسئله ب4 اجابات. حاجه ثالثه، ان انا كاتبه بلغه سيئه جدا 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 جدا. طب لو انا ممكن يكون عندي بعض التحديات في الكتابه، انا طبعا مطلوب مني حد ادنى وانا رايح ادرس في بريطانيا بالانجليزي وهكتب مقالات وابحاث بالانجليزي، لكن لو انا ممكن يكون عندي بعض التشالنجز، فانا ممكن اعمل مراجعه لغويه مش اي اي. يعني انا ممكن حاجه از اخليها ار، حاجه جمله طويله اقصرها، حاجه زي كده ممكن اخلي حد يراجعها لي يساعدني فيها املائيا. ده موضوع تاني، لكن لازم في الاخر انا ابقى عامل كل حاجه بمجهودي. خطأ كمان نعمله ان انا ادور اونلاين على اجابه نموذجيه واخدها حتى او اغير في كلماتها. مش بس بتكلم على البلاجيريزم، بتكلم على اجابه جينيريك. الاجابه اللي ملهاش روح ما ظنش هتتميز عن الآلاف المؤلفة من الإجابات اللي بيشوفوها كل يوم. طيب بالنسبة لموضوع الريفريز دول انا مش محتاج ان انا اخد خطابات واعمل لها ابلود، لان انا مش مسموح لي ان انا اعملها بنفسي. كل اللي مطلوب مني زي ما قلت في الاول بحط بياناتهم، ووقت ما بيتعمل لي شورت ليستنج لو اتقبلت يعني او اتعمل لي شورت ليستنج، هم بيتواصلوا معاهم وبيطلبوا منهم ان هم يعملوا الريفرنس ده. طيب انا لازم اخد بالي من حاجات مهمة جدا. رقم 1، ان الريفريز اللي انا حاططهم دول لازم يكون ناس بقدر اوصل لهم، اتابع معاهم صباح الخير يا دكتور، مساء الخير يا استاذ يا استاذة، انا بفكر حضرتك بميعاد الريفرنس. ليه؟ لان هم في وقت الشورت ليستنج هيتواصلوا معاهم وهيطلبوا هيدوا لهم اسبوعين مهلة يكتبوا فيهم الريفرنس بتاعك. لو الناس دي ما التزمتش بالاسبوعين يبقى ما استوفيناش شرط مهمه من شروط المنحه. فلازم اكون ناس بقدر اوصل لها وعندي ثقه ان هم هيقدروا يملوها في الاسبوعين دول. تاني حاجه، لازم الناس دي يكون عندها حد ادنى من التكنولوجيا. ليه؟ علشان لما يتبعت لهم الايميل
هيديلهم حاجه زي لينك فيه زي يوزر نيم وباسورد، يخشوا وبيعملوا اتاتش لللتر على السيستم. يعني مش هينفع يبعتوا لك الجواب في اتاتشمنت وانا اخد الاتاتشمنت وابعتها على تشيفنينج، فلازم يكون حد عنده التعامل مع الايميل والمواقع. طيب انا دلوقتي خايف من موضوع الريفري، دلوقتي اعمل ايه؟ في نقطه مطمئنه، لو حصل ان انا مثلا كتبت حاجه غلط في بيانات الريفري بتاعي، او الريفري بعد ما قبل قال لي لا انا ما بقتش قابل، او بعد ما قبل مني دلوقتي ما بقتش عارف اوصل له، فانا لو اتعمل لي شورت ليستنج بيدوني مهله ان انا اعدل بيانات الريفري، سواء بيانات التواصل معاهم او اغيرهم هم نفسهم. فدي برضو نقطة يعني ممكن تديلنا وقت نشوف الموضوع ده نتعامل فيه ازاي. اخر حاجة هتكلم فيها هي نصايح وارشادات عامة. اولا انا لازم دلوقتي ان انا في مرحلة التقديم اهتم بس بالحاجات اللي مطلوبة لمرحلة التقديم كمرحلة اولية، يعني ما شيلش هم حاجة انا محتاجها بعد 4 5 6 شهور من دلوقتي، لا خليني مركز في الابليكيشن بتاعتي واركز في ازاي اعمل اقوى ابليكيشن ممكنة. تاني حاجة زي ما قلت لازم كل اجاباتي تكون شخصية وبتعبر عني. تالت حاجة لازم يكون عندي توقعات منطقية، دي واحدة من اكتر المنح تنافسية في العالم، يعني العادي ان انا ما تقبلش، فبالتالي لو انا ما تقبلتش السنة دي او ما تقبلتش السنة اللي فاتت بالعكس نقدم تاني وتالت، واعرف ناس على المستوى الشخصي اتقبلوا في تالت او في رابع مرة قدموا عليها. نقطة كمان مهمة جدا ان اللي انا قلته ده ارشادات عامة اعتقد هتخليكم تعملوا ابليكيشن قوية جدا، لكن ده ما فيش حاجة اسمها ضمان للنجاح. انا لو عملت ابليكيشن وحشة اكيد هترفض، لكن لو عملت ابليكيشن قوية فانا ممكن اتقبل وممكن اترفض. المنافسة عشان قوية انا ممكن اعمل ابليكيشن قوية لكن هم شافوها قوية، بس للأسف مفيش أماكن زيادة. في ناس كتير عاملة ابليكيشن قوية، أو ممكن أكون عاملها قوية وفي حد عاملها ابليكيشن كانت أحسن من بتاعتي شوية، فده مش معناه إن هو أنا عملت صح وما تقبلتش. أعمل إيه؟ اعمل السنة الجاية واحاول احسنها زيادة السنة الجاية. انا طبعا جاوبت على اهم الاسئلة، لكن في حاجات كتيرة جدا ممكن تكون مش واضحة او محتاجة فيديو تاني او نتكلم فيها. لو في عندكم سؤال مخصوص اكتبولي في التعليقات وانا ممكن اساعدكم. لو محتاجين اي مساعدة في اي خطوة من الخطوات دول اكتبولي في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم واحد واحد واساعدكم باللي اقدر عليه. واخيرا انا بطلب منكم تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب وتعليق وشير علشان اقدر اقدم محتوى زي ده في الحاجات التانية. اتفرجوا على الفيديوهات السابقة وفي فيديوهات جاية على حاجات ليها علاقة بالشغل وبالدراسة وبالحياة العملية والشخصية، وفي كمان هعمل فيديو عن ازاي نعدي work interview او مقابلة العمل وموضوعات تانية. فاشتركوا في القناة وتابعوني واستنوا الفيديوهات الجاية، وبعتوا الفيديو ده لاصحابكم اللي عايزين يقدموا على تشيفنينج ومش متأكدين، واشوفكم الفيديو الجاي.